اليوم كنت ضايج وقلت ما راح تنحل الا بقهوه. دخلت المطبخ جهزت كل شيء وسويت قهوتي وصبيتها مثل ما تشوفون. بعدها اخذت قهوتي ورحت للصاله، قلت خليت اتفرج على التلفزيون شويه بلكي اغير جو. قعدت اشاهد، فجاه اجاني اشعار، لزمت التليفون باوعت عليه ورجعت شمرته. قلت خلي اشرب القهوه مالتي احسن. لاحظت انه القهوه بردت، بعدها قلت خلي افتح لي نسل احسن لي. بعد ما فتحت النسل قلت خلي ارجع اشوف التليفون مالتي. قلت خلي اتفرج ريلز شويه. المهم دا اقلب واتفاجئ باول فيديو يطلع بوجهي البنين الموسوي. طبعا مثل ما تدرون بنين هي عباره عن كتله سرطانيه ما حد يقدر يعبرها، لازم نشاهد مقطعها للنهايه. طبعا هنا انا استرطنت وقلت لازم اوخر الفيديو هذا من قبالي، بس ما قدرت، ايدي قامت ترجف، وقلت لازم اصور فيديو ونشوفه سويه. والفيديو الاول للشخصيه المشهوره بالعراق كلش، استاذة اثاره الدجل بنين الموسوي. طبعا بنين هنا عندها موضوع قاعد تشرحه او قاعد تطرحه، يعني خلينا نشوفه للنهايه. لكن انا صدفه مره كنت على مود برنامجي جاي تاخذ كم فيديوهات تخصني انه حتى اتداولها، ومثل ما قلت لكم احلل تاخذ وتداور وتحلل السناب، وكنت فاتحه فلاش وما احس السيارات كلها وقفت وجرت الحزام الامان ولبست. اباوع شنو السبب؟ قالوا لان صار نظام جديد رأسا نلتقطهم، يعني رأسا نلتقط الحزام الأمان لهم. فأتمنى كل النظام أنه يصير مو بس على المرور، أنه هواي أمور بالبلد تتعالج ويصير إلها قوانين. بنين انت سويتي فتشي بهذا المقطع، ماكو اي مقدم برامج مسويه قبلش ابدا، يعني ماكو اي مقدم يطرح 15 موضوع بنفس الوقت. اخذت ودورت وحللت وركبت بالسياره وحزام الامان وطبولي وشرطه المرور وسناب وفلاش، كله بموضوع واحد من دون اي غلطه. صراحه انا هنيك يعني. وبالنسبه للبرنامج اللي تقدمين بيه انت بنين، هل هم يدفعوا لك فلوس ولا انت تدفعي لهم فلوس؟ يعني من شفت الكرسي مالتك انا انصدمت. يعني اذا اكو واحد يدفع لك فلوس فالمفروض يبدلش الكرسي اول شيء، اما اذا البرنامج على حسابك فهاي مشكلتك، فلازم انت تبدليها. طبعا دخلت اشوف التعليقات على هذا الفيديو، اول تعليق يقول والله سوالفك المفروض تتعالج ويصير لها قوانين. صراحه اني اوافقك الراي، حكايه بالنجف والثانيه طارت للبصره، ماكو ثباتيه صدق يا بنين، ماكو اي ثباتيه بسوالفك. اتمنى تعالجين مواضيع اللي تطرحيها لانه احنا تمرضنا منها. ونختمها باخر تعليق يقول والله حضرتها وكل بيج ينشرها احضره، ليش دا تطلع لي؟ ليش قاعد تطلعي لهم يا بنين؟ خلاص عوفي الناس بحالها، لا تطلعين لاحد. الفيديو الثاني ايضا البنين الموسوي، طبعا هنا جابريها ترقص خطيه، فخلينا نشوف الرقص مالتها شلونه. هنا انا ما راح اعلق ابدا، بس راح اطلع تعليقات الفيديو هذا، وحب انوع على شغله، لا حد يجبر بنين ترقص رجاء منا وراي. صاحب التعليق الاول يقول كل شيء ما تعرف، لا تحكي لا ترقص لا تغني لا تمشي، حتى ما تعرف تتعلم. شوف ترى بنين الموسوي عندها هواية مواهب، بس هي ما ناوية تطلعهم ابدا، بعد تخبي للسيزونات الجاية. فاذا منتبهين هي كل سنة تنزل موهبة جديدة، وكل موهبة تغث اكثر من قبلها، فالسنوات الجاية ما ندري ايش مخبية لنا. خلينا نشوف التعليق الثاني. التعليق الثاني يقول الوضع جاي يتطور شوي شوية، يعني بالتداريج لحد ما تصير نفس صديقتها ايناس. منو ايناس؟ اكتبوا لي منو ايناس. التعليق الثالث يقول من تريد تسوي نفسك مضحكة بس ما تعرف شلون. هي فعلا بنين هنا ما تدري شلون تسوي نفسها مضحكة للناس. ونختمها باخر تعليق العلاوي العراقي يقول هاي منو اللي تتمرقص كانها نفاخة طاقة. والفيديو الثالث البدر خالد، طبعا بدر اللي عارفه اني تاب وترك الامور هاي، اخر فيديو شفت له اياه، بس دخلت قبل شوي شفت له هذا الفيديو، ما شفته للنهايه صراحه، بس من شفت مكتوب دلع زيت الشعر قلت خليني اضيف الفيديو هذا. خلينا نشاهده للنهايه. جاسم جاسم الحقيقي جاسم، تكونين حبيبتي حاطه زيت بشعرك، وربنا كما خلقتنا مو لابسه شيء، وتنادين على زوجك تقولين حبيبي حبيبي الحقني راح يجيك وراكض. يوم يجيك حبيبتي تسوي له كذا حبيبي تموت علي حبيبي تعرفني ولا لا. بدر وين تريد توصل بهذا الشيء اللي تسويه انت؟ يعني قبل فتره انت طلعت بفيديو تحكي وتقول اني تبت وبدايه جديده وخلاص بعد ما اسوي الامور هاي ورجعت رجال، وكلنا صدقنا وشجعناك وقلنا عاش ايدك استمر، وهسه بدر رجع ينشر نفس المحتوى القديم الطايح حظه. معقوله بدر تابع على مود مشاهدات؟ مو معقوله اكيد.
انت طلعت بفيديو نشرته انك تبت وخلاص بعد ما تسوي الامور هاي كلها على ود مشاهدات، ولما شفت ماكو مشاهدات وماكو عين مسلطة عليك انك تايب، خلص رجعت تنشر نفس المحتوى. وفوق هذا كله جاي يعلم البنات على الرومانسية وينصحهم شو يسوون وما يسوون ويا ازواجهم. صدقني يا بدر لو مشوا بنصايحك حيطلقون كلهم. بدر واحدة من الاثنين، لو تنقرض وتنشب، لو تتوب وترجع تصور محتوى هادف وتفيد الناس وتفيد نفسك بيه. وانا افضل تختار الثانية. ما ابي، ماني قايمة. يعني التلفزيون والبي سي احسن مني، ما ابي. اكيد طبعا مليون بالمية احسن منك التلفزيون والبي سي. شي يسوي بيك؟ لا ومحتشم يعني ويتدلع وهاي يعلم البنات شلون يتدلعون وحركات. بربك بدر يعني انت مقتنع بنفسك اكو بنات ياخذون نصايحك هاي طايح حظها؟ بدر انت اكثر شخص عندك ثقة بشخصيتك التعبانة بالامور اللي تنزلها. يعني عندك ثقة بانه اكو ناس او بنات ياخذون الفيديوهات مالتك هاي ويروحون يطبقوها ويا ازواجهم. بدر النصايح هاي تجي من بنت البنت، تجي من ام البنتها، تجي من صديقة صديقتها، اخت لاختها، بس ما تجي من بدر البنت. صدقني يعني انت طالع تتعب نفسك على الفاضي وتضحك الناس عليك. وانت لو تموت ما تصير بنت يا ذكر. تدرون هو يضوج لما نقول له ذكر؟ لانه ليش؟ هو بنت يحس نفسه بس هو مو بنت، هو ذكر. جيناك بهاية واهلك وفاية هم الحجاية وللحق وفاية وعلى موراية يا هبة يا هبة يا البيك يا البيك. ايش تسوي انت؟ ما افهم ايش هالرقص هذا؟ يا ريته رقص يعني، على الاقل لو رقص نقول موهبه وفتشي، بس انت كل شيء ماكو. يعني انت من الحركات اللي تسويها هاي صرتي سلبوح، وزنك 30، شوفي جسمك فوقها شايله شبشب وتقول جيناك بهاي. احنا اللي جيناك بيها حتى تاكلين تسمنين. ايش هالضعف هذا؟ والرقص والحركات التعبانه غيريهم عمي. خلينا نشوف الفيديو الثاني مالتها. ايه يا ابن التعير ولا ايه؟ اسمع، وانا طالع على المواسير شفت الفيل واحمر بيطير. على البواسير؟ وانا طالع على المواسير شفت الفيل واحمر بيطير او يعور الانجليز هو راكب مو تشبه زيتون اللي تطلع ويا باباي؟ حرفيا نسخه منها، توني انتبهت عليها. على البعيد او يعور الانجليز. صار عندي فضول ادخل واشوف التعليقات على هذا الفيديو. حرفيا صاحب التعليق الاول يقول ليش تسوين بنفسك هيك؟ معقول الفلوس تخلي الانسان يتخلى عن مبادئه او اخلاقه؟ ما اظنها تكسب فلوس على الفيديوهات اللي تنزلها هاي، بس لتكسب مشاهدات يعني. التعليق الثاني يقول ملامحك جميلة، نصيحة مني بلاش تبهدلي نفسك بالمنظر ده، ما فيش حاجة في الدنيا تستاهل تعملي في نفسك كده، انشهري بحب الناس مو بالتنمر مالتهم عليك. طبعا هي اكيد تعرف انه هي محتواها مسويها مضحكة للناس، وما ادري ليش مستمرة بهالمحتوى. يعني معقولة كل على مود المشاهدات. التعليق الثالث يقول يا مارك ارحمنا يا اخي وخلينا نعبر عن مشاعرنا بكومنت صوتي. حرفيا اكو منشورات يحتاج لها كومنت صوتي، يعني يحتاج لها فويس ما يحتاج لها تعليق، لانه اكو منشورات حرفيا تخليك تحترق من داخلك، يعني تريد بس ترجل صاحب المنشور هذا بس ما تقدر يعني. فلما تعلق تعليق عادي ما راح يأثر به هو، بس لما يكون صوت لا يختلف الموضوع. واكيد طبعا زهرة الغنية عن التعريف صاحبة الراب ياو ياو وصلت الجزء 27. ما ادري يعني ايش هالراب هذا صراحة، باب الحارة ما سوى سوايتج. خلينا نشاهد المقطع. لكم شو اخباركم؟ طبعا رجعت لكم بالراب 27 27 اي 27. يلا نبلش. يلا نبلش. ياو 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 ياو. احيانا احيانا احيانا. ها احيانا اوكي احيانا بعد. احيانا لما يوقف الانسان مع الحق ها 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 يصير هو اللي منداس. منداس؟ هو اللي منداس. صح. ليش؟ ليش؟ ها ليش؟ ليش؟ واحيانا واي. اذا سكت هم تصير انت شرطان. هم تصير انت شرطان. شنو شرطان؟ احرز ها. الشيطان صار شرطان. احرز ها شرطان. لمتى هذا الفناق؟ ها شنو؟ لمتى؟ ها فناق شنو؟ نفاق يا معودة. من بعد اللي صار. اللي صار شنو اللي صار؟ من بعد الدهنة. دهنة شني؟ تركضون وراء اشياءكم ها وتضحكون وتضحكون. انت قاعد تضحكي مو احنا. اخر شيء راح تندمون. ها من يقول؟ بتندمون لان اللي ركضت وراه طلع كله سراب. ها ولا عمري ركضت ثاني. كله سراب. سراب؟ اسم البنية سراب. ها كله سراب وحلم. بنشوف منو بيضحك بالنهاية. ها
انتي متأكد؟ بالنهاية ياو حسبي ياو الله ياو. ونعم الوكيل، وحسبي الله ونعم الوكيل. اذا نزلتي بعد اجزاء راح انزل عليك دس، راح ادسك براب اطيح حظك، فديري بالك لا تنزلين جزء 28 لانه لعبه نفذرين احنا العرب عندنا فضول فلازم نشوف الاجزاء كلها، فاحنا تعبنا لقد ما نشوف اجزاء التعبانه مالتك. ارجوك لا تنزلين. ياو. وقبل ما نختم النهايه، اذا عندكم مقاطع تريدون اصور عليها تقدرون ترسلوها ديسكورد او تسوون منشن على حساب التيك توك، الرابط تلقوها بالوصف اثنيناتهم. وما انسين اذكركم باللايك والاشتراك، ورايك بالكومنت مهم جدا.